العطل بتاع النهاردة مرتبط بعداد ضغط الهواء الموجود عندي في الشاشة أو في الكلاستر بتاعتي. تمام. شاشة العدادات الموجودة في التابلو. طيب العربية بتشحن وتمام، بس الأمبير ده مش قاري حاجة. تمام. ومفيش تسريب عندي ولا في أي مشكلة. ايه المشكلة؟ الحساس ده هو المسؤول على قراية ضغط الهواء الموجود في دايرة الهواء بتاعتي. الهواء المضغوط طبعا اللي هو بيمشي، بيتحكم في الفرملة والفتيس وداخل عندي في الكابينة، حاجات كتير مرتبطة بضغط الهواء ده. فانا لازم اكد عليه، اشوف سليم العربيه بتشحن مش بتشحن. الضغط بتاعي واصل لغايه كام دلوقتي؟ 8، عشان هرتبط بحاجات كتير جدا ان انا هبتدي ادور العربيه واتحرك. تمام. فانا الحساس ده مهم جدا، والعطل بتاعه بيأثر عليا وما ينفعش اهمله. حتى لو شفت الامبير ده مش شغال ما ينفعش اقول ايه، ما هو العربيه بتبلف والعربيه بتمشي. لا، لازم يكون الصح ان انا اشوف الهواء بتاعي قد ايه قبل ما اتحرك. 8 فما فوق، اقل من 8 لا، يبقى عليه كده ما ينفعش اتحرك بالعربيه بتاعتي. فبالتالي لازم اشوف الحساس ده نظامه ايه. الحساس ده يا جماعة هو الموجود على البلف الرباعي بتاعي. بيبقى عبارة عن جزئين. الحساس ده مرتبط مباشرة بكنترول ال HM الموجود على الشاسيه بتاعي. الشاسيه الجانب اليمين بيكون من جوه راكب على الشاسيه من الجانب اليمين من الداخل. نفس الشكل بتاع ال FM هو نفس الشكل بتاع ال HM. في عندنا فيش كتير. الفيشة اللي تخصني الفيشة الرقم X3. الحساس ده طالع منه 6 أطراف. تمام، زي ما احنا شايفين 2 3 4 5 6 7، 2 3 4 دول جزء، و5 و6 و7 جزء تاني. هو مقسمهم داخل الحساس، مسميهم B1 وB2. هو الحساس نفسه B71 زي ما احنا قلنا. البي رقم أو الحرف بيرمز للحساسات، يعني أي بي ألاقيها في أي رسمة قدامي في وايرنج أكتروس يبقى ده سنسور أو حساس. تمام. B71 ده حساس ضغط الهواء الموجود عندي على البلف الرباعي، بيقرا ضغط الهواء الموجود في الدايرة وبيوصله لكنترول اتش ام، وكنترول اتش ام من خلال الكام باص بيعرضه عندي على ايه، الشاشة بتاعتي اللي هي شاشة التابلو او شاشة العدادات. واصل بايه؟ واصل باكس 3. بكام بينا؟ الاكس 3 دي كام؟ 21 بينا. انا الاطراف اللي واصله عندي واصله من اول 12 لحد 14 يعني، او مش نبدا من اول 10 بقى الصح، من 10 ل 15، بس هو مش بادئين بالترتيب. 10 و11. تمام. 10 بينا رقم 10 وبينا 11 وبينا 12 و13 و14 و15، 6 بنات. التلات اسلاك يعني هناخد كل سلك لونه ايه. تمام. يعني عندنا B71، B71، B2، B1. تمام. في سلك عندنا رقم 1 كلهم. رقم 1 ده يعني مساحة مقطع السلك، يعني السلك ده 1 ملي، كلهم سلك 1 ملي، 6 أطراف سلك 1 ملي. أول واحد GR في BR. GR قلنا ايه؟ جراي اللي هو رمادي. في BR اللي هو ايه؟ براون، بني. تمام. يعني رمادي في بني. تاني رمادي بس GR رمادي. بعدين رمادي في BL. GR في BL يعني ايه؟ رمادي فازرق. بعدين LI في LI. تمام. في GE LI اللي هو ايه؟ السماوي او اللبني. تمام. في GE الاصفر، سماوي في اصفر. بعدين GR رمادي في اخضر. GR في GN يعني جراي اللي هو رمادي، وGN جرين اخضر. وبعدين اخر سلك عندي اللي هو بين رقم 7، او دي 7 واصلة بالفيشة رقم X3 بين رقم 14. GR في LI اللي هو اللون اللي هو الغالب على السلك اللي هو اللون الرمادي، في شعرة اللون سماوي أو لبني. تمام. الأطراف دي أكد عليها الكونتينيوتي بتاعتها إن هي واصلة للفيشة. يعني إيه؟ أقيس بالآفو من هنا وبزر على السلك التاني. في حاجة اسمها بزر، زنان في الآفو. أمسك السلك ده من هنا لهنا، من هنا لهنا، أتأكد إن هو واصل للفيشة بتاعتي اللي هي X3. الأطراف كلها واصلة تمام، يبقى كده الفيشة عندي الحساس سليم. طبعا ده احنا بنتكلم على الكونتينيوتي نفسها، ان هو الحساس نفسه الاطراف كلها واصله، يبقى تمام كده. لو الاطراف كلها واصله ممكن اجرب بحساس تاني. تمام. لو الحساس جربت بحساس سليم تمام، الحساس لقيت نفس المشكله موجوده عندي مش قاري، يبقى كده المشكله من داخل الكنترول. يبقى نبدا بالاسلاك، نشوف الاسلاك بتاعتنا سليمه ولا لا. نجرب بحساس سليم بس، او قست المقاومه بتاعته سليمه. لقيت كل ده تمام، ادخل بقى على كنترول. يبقى كده من داخل الكنترول فيه مشكله، يبقى كده البنات اللي بتوصل للأسلاك دي فيها مشكلة. طبعا دي آخر حاجة عندنا. أتمنى يكون قدمنا معلومة مفيدة. والعطل ده طبعا بيأثر كتير جدا على العربية، إن أنا أبقى عارف ضغط الهواء
دي حاجة مهمة تهم أي سواق، ومينفعش يتغافل عنها أو يهملها، لأنها دي عصب العربية. الهواء عصب العربية، أو عصب أي شاحنة أو أتوبيس.